حكم اللقاء ومساعديه ناقور أمين، جلال حسن، جلال قدم الآن اللاعب خالد التكتشي، قدم يتقدم خالد التكتشي، يتقدم أول الركلات ويردها جلال، يردها جلال حسن، أول الركلات يردها جلال حسن حارس مرمى أربيل. إذا الركلة الأولى تضيع على فريق نادي النجم. جلال حسن يرد الركلة ببراءة أولى لفريق نادي أربيل. الركلة الأولى تيو بوكير متعصب، وار أول المنفذين، شوف لا أمجد راضي، أمجد راضي، أمجد راضي على التنفيذ. أمجد يتقدم، أمجد ويضعها في داخل الشباك. 1 أربيل لا شيء النجم، 1 أربيل لا شيء النجم. الآن الركلة الثانية لفريق النجمة اللبناني. جلال حسن حارس مرمى أربيل العراقي في المرمى، ومن سينفذ؟ سينفذ القائد خالد حمية. خالد حمية على التنفيذ، خالد حمية على التنفيذ. ونظرة ثاقبة من جلال حسن للاعب، والجمهور اللبناني يتحسر على خالد حمية قائد الفريق دولي السابق. يتقدم الآن، يتقدم ويردها جلال، ردها جلال للمرة الثانية. جلال حسن ينقذ مرماه من ركلة ترجيحية ثانية، ويثير غضب تيو بوكير، يثير غضب تيو بوكير وخالد حمية. وجلال حسن يرد الركلة الترجيحية الثانية لنادي النجمة اللبناني. نادي النجمة مرتين يخطأ بالتسجيل، ومشجعة كردية عراقية في ملعب المباراة تبتهج بضياع ركلة الترجيح. سيرد محمد حمود الكرة اللي راح ينفذها سعد عبد الأمير. سعد عبد الأمير، سعد قدم، سعد قدم ويسجل سعد. 2 مقابل لا شيء، 2. ويذهب لزميله جلال حسن، وابتسامة من جلال حسن. يعني هي ركلات، يعني ركلات حظ، لكن يحتاج لها من ينفذ اللاعب الهادئ، اللاعب اللي وضعه جيد في المباراة، يختار منهم ال5 الأوائل. إذا يفلح أربيل بتسجيل ركلتين، ويخطأ النجمة بتسجيل ركلتين. الركلة الثالثة الآن لفريق النجمة. اللاعب قاسم الزين، قاسم يتقدم، قدم واو، يريدها جلال. قاسم الزين وجلال يتألق، جلال يتألق برد 3 ركلات. يونس واقف يتابع، وجلال يرد 3 ركلات ويتألق في هذا اللقاء جلال. إذا سجل فريق أربيل هذه الركلة تنتهي المباراة لصالح أربيل. إذا سجل أربيل هذه الركلة راح يفوز أربيل بالمباراة. إذا سجل الآن أربيل هذه الركلة راح تحسم المباراة لصالح أربيل. إذا سجل أربيل هذه الركلة راح يفوز أربيل في المباراة. علي فائز، علي أخطأ في ركلة ترجيحية في مونديال الشباب، وانتهت المباراة بفوز أربيل. انتهت المباراة بفوز أربيل 3-0. انتهت المباراة، وجلال حسن يتألق نجم ركلات الترجيح، يرد 3 ركلات ترجيحية بعد أن انتهت المباراة بتعادل سلبي على طول المباراة الأصلي وشوطيها الإضافية. أخطأ تسجيلها خالد التكتشي، قاسم الزين، في حين أفلح أمجد راضي، سعد عبد الأمير، علي فائز بالتسجيل. ولاعبو أربيل يبتهجون بهذا التأهل إلى الدور ربع نهائي
الحارس المتألق جلال حسن. إذا جلال حسن يتألق وثلاثة لاعبين من نادي النجمة يخطئون، وبذلك يفوز أربيل بثلاثة ركلات مقابل لا شيء لفريق النجمة، ويضمن بطاقة التأهل بركلات الترجيح إلى الدور ربع نهائي، ويودع النجمة اللبناني. نقول مبروك لأربيل، حظ أوفر لفريق النجمة. سعدت برفقتكم، شكرا لمتابعتكم، وعودة من جديد